السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ان شاء الله غادي نديرو العسل. عندنا 2 قلب السكر، وعندنا 2 حامضات، عندنا القرفه 2 عبيدات تقريبا. انا عندي مهرسه من 2 عبيدات القرفه وقاعد الزهر. بالنسبه لي غادي ندير واحده، غادي ندير قالب ديال السكر، حامضه وحده، عود القرفه وكاس ديال الزهر حتى الاخر. غادي نجيبو كوكوط ندير فيها قلب السكر هو. غادي نحتاجو الماء بطبيعه الحال. هنايا كنت دايره في الماء، داكشي علاش هادو غادي نقطعهم طرونش. وغادي نجيب الماء وغادي نزيد 2 لتر د الماء. غادي نقطعو الحامض نرجعو غنردو على عافيه مهيله حتى يغلى ويذوب سنيده. وغادي نقص عليه البطاطا عافيه مهيله ونخليه حتى يحمر لنا الحامض، ونرجع معكم ان شاء الله بحول الله. ها هو هنايا ديال السكر، غادي نخليه حتى يبدا يغلي مزيان وغادي نرجع معكم. ها هو دابا بدا كيغلي مزيان. غادي نقص عليه العافيه مهيله حتى الاخر ديالها، ونخليه دابا لاخر حتى يتحمروا لي الحامض مزيان. يتحمر لي الحامض مزيان كله يتحمر. هذا كيضرب الحامض. غادي نزيد عليه الجزر ونطفي عليه ديك الساعه. المهم غادي نكمل معكم ان شاء الله بعد ما يوجد ان شاء الله العسل. هنا هو الحامض كحل كله يتحمر مزيان. غادي نحاول الزهر والزهر صافي. غنطفي عليه ونخليه حتى يبرد. هانتوما دابا كيبان لكم الزهر مزيان والحامض محمر مزيان. غادي نطفي عليه حتى يبرد ونوريكم النتيجه النهائيه. قبل ما يبرد غادي نحيدو الحامض. ها هو تحمر مزيان، خصو يعطيكم هاد اللون هكا ماهو. غادي نحيدو الحامض، طريفه الحامض، وغادي نحيدو القرفه، وغادي نحيدو حتى العظيمات د الحامض اللي كاينين. اللي خافت تبقى لها شي حاجه دير الصفايه وتصفيها وتخليه في شي زلافه ومحدو سخون. ضروري غادي نزيدو معاه الجليكوز، لان الجليكوز كيخلي لنا العسل يبقى شاد في البريوات وفي المعسرات بصفه عامه، في الشباكيه، باش نيخا باش ما درتوه كيبقى شاد مزيان. وبالنسبه للجليكوز نزيدو معلقه كبيره حتى 2 معالق على حسب الرغبه. الا بغيتو يكون ثقيل راه كيتثقلوا بزاف. هنايا غندير انا معلقه كبيره عامره، وغادي ندوبها في ماء حدو سخون، وغادي نبقى نحرك حتى تخلط ليا مزيان مع العسل اللي كان مزروب. ياخذ شويه د العسل فوق البوطه في شي كاسرونه، ندير مع هذاك معلقه ديال الجليكوز تذوب مزيان ونخلطها مع العسل كامل. انا راه باقي عندي العظمه ولكن راني غادي نحيدهم. نحيد كلشي ما نخلي حتى حاجه. بعد ما غادي نحرك مزيان حتى يذوب لنا الجليكوز. غادي نخليه حتى يبرد مزيان، وداك الساعات غادي نديرو في قرعه ديالي اولا شي بول اللي كنتو غادي تستعملوه. خليوه حتى هو تيبرد مزيان. اللي كنتو تستعملوه في البلاصه ما تستعملوهش سخون باش ما يهشكمش الشباكيه اولا يرطبكم البريوات ويبقاو مقرمشين. صافي انا هنايا غنديرو في هاد الزلافه هنايا بعد ما حيدت العظام كاملين. وهنا راه برد مزيان، ها هو تقال، وكل ما بقى كل ما كيزيد يتقال. غادي نكبو معكم في الزلافه باش تشوفوه. هو العسل ديالنا ثقيل هو هذاك، واللون ديالو زوين. يصلح لكم جميع المعسرات ديالكم. كنتمنى تجربوه، كنتمنى يعجبكم، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. بسلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوناش من التعليق ديالكم ومن الاشتراك ديالكم اللي ما اشتركش. وحتى الفيديو جديد ان شاء الله نجربوا هذا معكم في معسرات ان شاء الله. الى اللقاء.